العاشرة مساء بتوقيت أسمر المحلة أينما كنتم أيها السادة والسيدات من الفضائية التي نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء. أستلها معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. رؤساء الدول والحكومات يبعثون رسائل تهنئة بمناسبة عيد الاستقلال. بناء حفرين وسد في عرزة. مساعدات أهلية للجهات المحتاجة في الإقليم الأوسط. منظمة الصحة العالمية تؤكد تسجيل 150 ألف إصابة بكورونا في أفريقيا. الطرفان المتحاربان في ليبيا يتفقان على محادثات هدنة. وعنف في احتجاجات لوس أنجلوس ومظاهرات في نيويورك بعد تعهد ترامب وواشنطن. أهلا بكم إلى التفاصيل. بعث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس جمهورية فيتنام نغوين فوترونغ ببرقيتي تهنئة بمناسبة الذكرى 29 لعيد الاستقلال. وأعرب الزعيمان عن أمنياتهما الطيبة وموفور الصحة للرئيس إسياس أفورقي والسلام والازدهار للشعب الإريتري، وأكدا على الاستعداد لتطوير العلاقات والتعاون الثنائي والدفع بها قدما. شهد حفرين وسد صغير بتعاون السكان والحكومة في دق وراسي وبلدة مايديما بمديرية عبرزة. وسيخدم السد الصغير المشيد في دق وراسي بضحية عد برزة سكان 8 قرى للشرب والسقي. ويخدم الحفيرين حوالي 15 ألف من سكان بلدة مايديما وتنمية مياه 10 آبار في المنطقة. وقال مدير بلدة عرزة السيد محمد الأزار أن البلدة كانت تواجه نقصا في المياه مع التوسع والنمو السكاني المتواصل، وساعد الحفيرين في تنمية المياه الجوفية. تتواصل المساعدات المقدمة للمواطنين المحتاجين الملازمين بيوتهم جراء وباء فيروس كورونا. في هذا الإطار تم تقديم 30 كنتال ذرة و27 رأس من الأغنام والسكر قدمه سكان بلدة مهميمة وضحيتي حليبات وزير وأعضاء الاستخبارات العسكرية في مديرية قورة، إضافة إلى السكر والعدس والذرة والزيت والتمر المقدم من ضحية قورة وأصحاب المتاجر وقوات الدفاع. وقدم تجار مدينة نغفة 235 ألف نغفة وتم شراء به 326 كنتال ذرة وتوزيعه للمحتاجين. كما قدم أحد المواطنين من مدينة نغفة 100 كنتال ذرة. وقرر السيد محمود عثمان صاحب طاحونة قلال في نغفة تقديم الخدمة المجانية للمواطنين لشهر كامل. وألقى السيد أفرقي أبراهة إيجار 3 أشهر لمستأجري منزله. وتبرع شباب ضحية قلهمد ب3 كنتال ذرة و3074 نغفة للمحتاجين وصيانة مراحيض 23 أسرة. وقدم الاتحاد الوطني للمرأة في قلامد 3000 نغفة. بينما قرر السيد محمود عثمان إدريس من مدينة أفعبت إلقاء إيجار منزله ل3 أشهر. وفي إقليم عنسبة قرر عدد من المواطنين إلقاء إيجارات البيوت لشهرين و3 أشهر في كرن وعد كليزان وتقديم صاحب صيدلية هويت 144 صابونة ومواد معقمة لاستخدامه في الحجرة. وقدم سكان ضواحي معلدي ودق قبرو ووارى 20 كنتال ذرة ومبلغ 2120 نغفة. تتواصل التبرعات الشعبية لتنمية صندوق التصدي لوباء فيروس كورونا. وتبرع سكان ضحية عدلقي بمديرية عدقيح 15 ألف نغفة وضحية قوديتي بمديرية دقم حرة 10,096 نغفة وضحية كرشة 5712 نغفة. والجمعية التعاونية لجهاز أمن الثورة سابقا 15 ألف نغفة. والجمعية التعاونية لمدهنة علم كازين المقيمين في أسمرة 5000 نغفة. وجمعية قابرة التعاونية في أسمرة 5000 نغفة. وجمعية أبونة تيوس سلع دار المقيمين في أسمرة 5000 نغفة. وجمعية مدهنة علم عد حربو 3000 نغفة. كما قدم تجار مدينة تسنيم 119,556 نغفة. ومخبز شاشو إساق 10,000 نغفة.
ومركز أسمرة ترفيهي 10,000 نغفة، وويني لبيع الأدوات الكهربائية 10,000 نغفة، وسوق الخضر والأغبشة في علاق عربي 5,000 نغفة، وقلاتلي هنكي 5,000 نغفة، وعمال ورشة اندرياس للحدادة والنجارة 5,000 نغفة، وعقبة جبريل لأدوات الكهرباء 5,000 نغفة، وشركة مباية وأسرتي 5,000 نغفة، وعربونة تسني 4,000 نغفة، ومرفق حرقيق الخدمي 3,978 نغفة، وحرين للأدوات الكهربائية 3,000 نغفة، ومسجد اليابان للمقيمين بأسمرة 3,000 نغفة، ومتجر أنطونيو للحراسة والنظافة 3,000 نغفة، وهيلين لأدوات البناء 1,000 نغفة، وفروين للملابس 1,000 نغفة، وقدم 20 مواطنا 132 ألف نغفة. سيداتي وسادتي، إلى فاصل ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. أهلا بكم من جديد. تجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في قارة أفريقيا 155 ألفا، في الوقت الذي تؤكد فيه منظمة الصحة العالمية أن القارة التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة لا تزال المنطقة الأقل تأثرا بالفيروس التاجي، ولا تزال المخاوف من انتشار الفيروس قائمة في الدول الأفريقية البالغ عددها 54 دولة، والتي تجد صعوبة في إعادة فتح مدارسها وإجزاء من اقتصاداتها. وتم تأكيد وفاة أكثر من 4,500 شخص في جميع أنحاء القارة السمراء، مع تزايد انتقال الفيروس محليا وظهور مواد الاختبار والمعدات الطبية في العديد من الأماكن. هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن زيادة استخدام المضادات الحيوية في مكافحة جائحة كوفيد-19 ستعزز مقاومة البكتيريا وتؤدي في نهاية المطاف إلى المزيد من الوفيات أثناء الأزمة وما بعدها. وقال المدير العام للمنظمة الأممية تيدروس أدحانوم أن عددا مغلقا من العدوى البكتيرية صارت أكثر مقاومة للأدوية المستخدمة تقليديا لعلاجها، وعبرت المنظمة عن قلقها من تفاقم هذا الاتجاه جراء الاستخدام غير المناسب للمضادات الحيوية خلال أزمة فيروس كورونا المستجد. قالت بعثة الأمم المتحدة لليبيا أن الطرفين المتحاربين في البلاد اتفقا على بدء محادثات لوقف إطلاق النار بعد قتال مكثف دام أسابيع قرب العاصمة طرابلس أججه تدفق أسلحة أجنبية. وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان نشرته على الإنترنت أنها رحبت بخطة استئناف المحادثات التي تستند إلى اجتماعات ما يطلق عليه 5+5، التي شملت 5 مسؤولين بارزين من كل طرف. واستعادت حكومة الوفاق الوطني في الأسابيع الماضية العديد من المناطق في شمال شرق البلاد وأغلب معقلها في العاصمة، لكن الجيش الوطني الليبي قال أنه استعاد السيطرة على بعض الأراضي لاحقا. وتم بالفعل الاتفاق مرتين خلال هذا العام على وقف إطلاق النار، لكن القصف والقتال استمر. واستقال غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة لليبيا في مارس الماضي، ولم يتفق مجلس الأمن الدولي بعد على تعيين مبعوث جديد، مما عقد جهود السلام بدرجة أكبر. تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاستعانة بالجيش لوقف احتجاجات اندلعت بسبب موت رجل أسود بعدما جثم شرطي بركبته على عنقه، وبعد تصريحات استخدمت قوات إنفاذ القانون الطلقات المطاطية والغاز المسيل للدموع لإخلاء المحتجين والسماح للرئيس بالسير نحو كنيسة لالتقاط الصور له. وبعد ساعات من تصريحات لترامب التي أدلى بها في حديقة الزهور بالبيت الأبيض، اندلع العنف لليلة السابعة على التوالي، وأضرم محتجون النار في مركز تجاري في لوس أنجلوس ونهبوا متاجر في مدينة نيويورك. وبعد ساعات قليلة من اشتباكات واشنطن، شارك الآلاف في مسيرة بشوارع بروكلين، وأظهرت لقطات تلفزيونية حشودا تحطم واجهات متاجر فاخرة في مانهاتن. بعد أكثر من قرن يهدد إعصار عات قادم من بحر العرب في مدينة بومبي الهندية، مهددا بحمل رياح شديدة وفيضانات إلى منطقة تعاني بالفعل أكبر عدد من الإصابات
والوفيات بفيروس كورونا المستجد في البلاد. وتتراوح سرعة إعصار تيسارغا بسرعة رياح تتراوح ما بين 119 إلى 165 كم في الساعة، وهو رابع أقوى فئة على المقياس المحلي. ويخشى الخبراء من أن عدم استعداد مدينة بومباي للرياح العاتية والعاصفة التي تصاحب الإعصار. وأرسلت السلطات الهندية عناصر القوى الوطنية للاستجابة للكوارث التي إلى ولاية ماهارشترا حيث تقع مومباي وولاية جوجرات القريبة، كما طالبت بإخلاء سكان الأحياء الفقيرة العشوائية في مومباي. السادة والسيدات، إلى هنا نصل إياكم إلى ختام هذه النشرة. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. في أمان الله.